الناس ما يغرقوا في شبر مويه. الناس دائما بيثيروا شويه غبار هنا وهنالك، لكن ده طبيعي. نحن شايفين بانه الان في موضوع تبديل العمله الناس داقين جرس زي ما بيقولوا، لكن نحن شايفين بانه العالم كله سبقنا في حقيقه الامر في التحول الرقمي وفي الدفع الالكتروني. نحن تاخرنا كثير جدا في انه نحن نمشي ناخذ التطبيقات المصرفيه، انه المال كله يمشي عبر المصارف، وده بيساعد في تمويل كل المشروعات وتنفيذ السياسه الاقتصاديه حق البلد. مهم جدا انه الكتله النقديه ما تكون حائمه خارج النظام المصرفي. عايزين نتاكد انه نحن اكبر قدر ممكن من الكتله النقديه دخلنا النظام المصرفي. عايزين نتاكد من انه في اموال معروفه ومستحقه هي المتحركه داخل البلد، ما تكون في غسيل اموال باي شكل من الاشكال، ما في منهوبات دائمه داخل البلد. عايزين نتاكد من الحكايه دي، وده هدف من اهداف تبديل العمله. عايزين نتاكد من انه فعلا عبر تبديل العمله نقدر نلجا الى نظام الصرف، الدفع عبر التطبيقات الالكترونيه، والحكايه ماشيه بصوره كبيره. مجتمعنا الان بدأ يفتح حسابات في البنوك، جزء كبير مننا كان ما عنده علاقة بالنظام المصرفي. الآن صار في نقلة كبيرة تجاه التعامل مع النظام المصرفي، وبصورة تدريجية الحكاية بتتم بصورة كبيرة. الناس ربما يشتكوا من شح في الكاش. الآن الحمد لله العملة الجديدة متوفرة، وشحنات كبيرة منها في الطريق أيضا، ما في شح في العملة البديلة.